عضو اللجنة المالية النيابية الدراجي يفجر قنبلة: موازنة العراق أكبر موازنة في الوطن العربي بعد السعودية وتخلو من أي درجة وظيفية. وزارة المالية توجه بيانا شديد اللهجة إلى كافة الوزارات العراقية مفادها إيقاف التعيينات بكل أنواعها والعلاوات والترفيعات. المتحدث باسم وزارة التخطيط: كنا نتوقع أن يزداد معدل الفقر في العراق بعد ارتفاع الدولار، ولكن أكد عضو اللجنة المالية النيابية النائب محمد الدراجي في لقاء متلفز على قناة العراقية أن موازنة عام 2021 أكبر موازنة في الوطن العربي بعد المملكة العربية السعودية وتخلو من أي درجة وظيفية، مؤكدا أن مبالغ الموازنة تقدر ب 164 تريليون دينار، ومنها 120 تريليون نفقات تشغيلية، ومبالغ نفط الإقليم تدخل إلى بغداد بطرق غير شرعية. يعني احنا ما صار لنا يومين استلمناها في مجلس النواب. لازم ندرسها دراسة دقيقة ونعرف ليش هاي الزيادة اللي صارت بالرواتب، مع العلم ماكو أي إشارة لأي درجات وظيفية، هي فقط من الحذف والاستحداث اللي هي مال التقاعد اللي طلعوا 200 ألف درجة، طلع التقاعد بال 2020. زين. هي هذه حذف واستحداث، درجات جديدة ماكو، خالية من أي درجات حسب الجداول اللي وصلت. يعني الناس المتظاهرين، الفاحصين، المحاضرين المجانيين، على حد علمي مدرجة هاي الموازنة قدامك طلع لي ليه يلعبون بالناس. هذا ما دام فتحت الموضوع، والله أنا اليوم بهاي هدومي والله جيت من اعتصام مال الخريجين والمهندسين. زين. رحت وقفت بنصهم وقلت لهم الحقيقة، ليه يذبوها كلها؟ والله احنا دزيناها والنواب ومجلس النواب. لا عمي، هاي الموازنة موجودة، ما بيها لا قرار 315، لا بيها مال قراء المقاييس، لا بيها مال المعتصمين، لا بيها مال المهندسين، لا بيها مال معقولة هاي كلها ما بيها؟ هاي يحتاج دوروها وياي. يعني تقاريها وحدة اي قريتها طبعا ماكو، ما بيها. اكو درجات جدول جيم عندنا 3 ملايين و600 وكسر درجة وظيفية موجودة عليها رواتب بيها حذف واستحداث. هسه قد يكون من الحذف والاستحداث يعينوهم، يا ريت، بس ماكو أي تخصيص معين لذلك. فكافي يقولوا لهم عن الموازنة وذبيناها بالموازنة وراح نضيفها على الموازنة. دوكم انتم كنتوا تغيرون بالموازنات السابقه، يغيروا بهاي. نغير. تعتقدون ان القصه تحتاج تدخلكم يعني مثلا خدمه الناس، مثلا خدموهم. مثلا هذول المحاضرين اللي 315 قراء المقاييس، بعد والله شنو خريجين المعاهد، احنا عندنا مشكله والله اليوم نبهوني عليها. تدري احنا كوادر وسطيه ما عندنا، بدنا نعين بالدوله. طيب المهندسين، قانون التدرج الطبي و هذول اكو شباب صار لهم بالشارع في 6 اشهر، يا اهل يجي يقول لهم ان شاء الله راح نعينكم، ان شاء الله راح نعينكم. زين وين غير تهيئ درجات، غير نفتهم زي اذا هيك 53 تريليون و800 مليون و800 مليار الرواتب. حاسبين حساب ذولا؟ لو راح يقولوا لهم والله روحوا للبرلمان، تدري ايش راح يصير للبرلمان؟ راح يستجابون، خب حقهم هذول الضغط، راح يقول نضيف فلان ونضيف فلان ونضيف فلان ونضيف فلان، وراح يرجعوهم. راح يجي ابو وزاره الماليه يقول انتم ضفتوا، هذا اثر مالي ما نقبل. وهاي شامرين الناس هيك، الحكومه تشمرهم على البرلمان والبرلمان راح يرجعهم على الحكومه. هاي مو طريقه اداره الدوله. من جهه اخرى نشرت وثائق صدرت من وزاره الماليه العراقيه فيها اوامر وتوجيهات حازمه تقضي الى كافه الوزارات العراقيه بايقاف التعيينات بكل انواعها والعلاوات والترفيعات لسنه عام 2021. واليكم جزءا من هذه التعليمات. إلى كافة الوزارات من مكتب السيد وزير المالية صلاحيات الصرف: إيقاف التعيينات على الملاك الدائم أو التعيين بصفة عقد أو أجر يومي في جميع الوزارات والجهات الغير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة اعتبارا من 1/1 عام 2021، وذلك لانتهاء السنة المالية الحالية، وعلى أن ينظر فيها بعد تشريع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة عام 2021
2021. إيقاف نقل خدمات الموظفين بين الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة أو بين التشكيلات التابعة لها سواء الممولة مركزيا أو ذاتيا. إيقاف إجراء منح العلاوات والترفيعات لمنتسبي التشكيلات التابعة لكم، وإيقاف احتساب مدة الفصل السياسي وخدمة المحاماة وخدمة العقد والخدمة الصحفية والخدمة الجهادية وإلى آخره. تقوم دائرة المحاسبة باستقطاع ضريبة الدخل من قوائم صرفيات رواتب كل وحدة وتحويلها إلى حساب الهيئة العامة للضرائب لغرض قيدها إيراديا. تقوم دائرة المحاسبة باستقطاع ضريبة الدخل من قوائم صرفيات رواتب كل وحدة وتحويلها إلى هيئة الحسابات العامة. تقوم وحدة الإنفاق كافة بتزويد دائرة المحاسبة بقوائم صرفيات أجور المتقاعدين. أكد المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية: كنا نتوقع أن يزداد معدل الفقر في العراق إلى نحو 50% بعد ارتفاع الدولار والأسعار، ولكن الذي حصل هو أن الأسعار استقرت ولم ترتفع كثيرا، ومعدل الفقر في العراق الآن دون 32%. إذن أحبتي المشاهدين والمستمعين، النائب محمد الدراجي حقيقة يغضب الكثير من ينتظرون إقرار هذه الموازنة على أساس أنه فيها قرار 315 اللي يخص تخصيص أموال إلى العقود والأجور اليومية الذين تم تحويلهم منذ قرار عادل عبد المهدي في سنة 2019، على أساس أنه فيها أيضا أجور المحاضرين، معالجة استحقاقات تاس في هذه الموازنة، أيضا درجات وظيفية ممن خرجوا وتظاهروا من المهندسين. ولكن ها هو اليوم عضو اللجنة المجد أنه اطلع على هذه الموازنة وليس فيها لا أجور 315 المشمولين بقرار 315، لا موجود فيها أجور المحاضرين، لا موجود فيها أي درجة وظيفية، الموجود فيها فقط هي درجات الحذف والاستحداث. رأينا أنه الشارع العراقي وأيضا على وسائل التواصل الاجتماعي الكثير ممن تناول وتناقل هكذا التصريح، بالتالي معبرين عن غضبهم واستيائهم، ويريدون توضيح أيضا من وزارة المالية وكذلك من حكومة مصطفى الكاظمي عن هذه الموازنة. هل فعلا هذه الموازنة غير مشمول فيها هؤلاء الأصناف التي ذكرناهم قبل قليل؟ بالتالي اليوم أيضا يؤكد عضو اللجنة المالية النيابية هذه الموازنة، موازنة العراق التي تبلغ من الأموال ما يقارب 164 تريليون، يقول هاي الموازنة تعد من أكبر الموازنات في الوطن العربي بعد موازنة السعودية. والغريب أنه شنو ما بيها أي درجة وظيفية. وأيضا يقول ويؤكد أن الرواتب في الموازنة تبلغ حوالي 53 تريليون دينار. تخيلوا أحبتي المشاهدين، خلونا نجيب ورقة وقلم ونحسب أنا وياكم. هسه خلنا نقعد قاعدة عرب. الموازنة كل المبلغ الموجود بها طبعا حسب تصريح النائب محمد الدراجي عضو اللجنة المالية، ويقول أنا اطلعت على هاي الموازنة وشفت اللقاء، يقول 164 تريليون دينار. هسه التريليون ايش قد؟ التريليون هو 1000 مليون. فهمت شلون؟ التريليون يساوي 1000 مليون. الزين 164 تريليون، يقول 120 تريليون راحت من عندها نفقات، نفقات تشغيلية. الزين ويقول 53 تريليون فاصلة 8% راحت رواتب للموظفين. الزين بعد ويقول 16 تريليون راحت ديون واجبة الدفع. يقول احنا نريد نشوف شنو 53 تريليون دينار رواتب. الزين ليش هذا العدد زاد؟ يعني يقول راح ندقق هاي الموازنة، ولكن هو الخبر الصادم لما قال انه لا وجود لمستحقات المحاضرين، لا وجود لمستحقات الاجور، لا وجود لمستحقات العقود. بالتالي هذا الشيء اللي ازعج الشارع العراقي، اصدم الشارع العراقي. بالتالي يقول احنا هذه الموازنة راح نستمر في دراستها شهر واحد، ومن ثم نوديها الى مجلس النواب لكي يتم التصويت عليها. هذا بالنسبة لمن إلى تصريح النائب محمد الدراجي. وزارة المالية اليوم أيضا وجهت بيان وتعميم إلى كافة الوزارات، انطتهم مجموعة من النقاط وقالت لهم تلتزمون بيها. شنو قالت وزارة المالية؟ قالت أولا ما مسموح لأي وزارة أن تسوي تعيين، أن تعين لها واحد، سواء تعين أجر يومي،
سواء تعين بصفة عقد، ما مسموح لكم ابتداء من يوم غد 1/1 لكل الوزارات ممنوع إضافة أي شخص، ممنوع إضافة أي تعيين على أي وزارة حقيقة. ويقول هاي راح يستمر هذا القرار إلى أن إحنا نشوف يعني شنو وش وقت يحق لنا نضيف وش وقت يحق لنا ما نضيف. يقول وذلك لانتهاء السنة المالية الحالية. يقول خلاص إحنا هسه السنة المالية انتهت، راح نبدي سنة جديدة، ممنوع إضافة أي تعيينات سواء كان بأجر يومي قلنا أو عقد أو أي شيء من هذه العناوين. بعد شيء يقول كذلك إيقاف نقل خدمات الموظفين بين الوزارات. تعرفون أكو مثلا واحد بالوزارة الكهرباء يريد يروح مثلا لوزارة النقل، وواحد بوزارة النقل يريد يروح مثلا بوزارة، يعني يقول خلص توقف التنقلات بين الموظفين لجميع الوزارات سواء من المركز أو من أي محافظة أخرى. كذلك قال لهم ونبههم أنه توقفون العلاوات والترفيعات. الزين بعد يعني ماكو أنه لهذا الموظف علاوة أو لهذا الموظف ترفيع. بالتالي مجموعة من القرارات أصدرها وزير المالية أو وزارة المالية وتعليمات، وعممت أيضا هذه التعليمات إلى كافة الوزارات. اليوم أيضا المتحدث باسم وزارة التخطيط شوف شنو قال. يقول إحنا لما نرتفع الدولار وصار 145 ألف لسعر الورقة، توقعنا أنه نسبة الفقر بالعراق راح تزيد توصل 50%. يقول هيك توقعنا. يقول ولكن بعد فترة من ارتفاع الدولار شفنا الأسعار استقرت، يعني ممكن ارتفعت ارتفاع بسيط، مثلا السلعة اللي كان سعرها 1000 صارت 1400، والسلعة اللي كان سعرها 1500 صارت 2000. يقول ارتفاع بسيط، ارتفعت الأسعار بس بعدين استقرت ولم ترتفع كثيرا، ومعدل الفقر بالعراق ما زال يعادل 32%. يقول كنا نتوقع بعد هذا الارتفاع بالدولار وبعد هذا الارتفاع بالأسعار راح يزداد معدل الفقر يصير 50%. يقول لا الحمد لله أنه معدل معدل الفقر بالعراق صار 32%، وإن شاء الله يصير 0%، لأن الشعب العراقي يستاهل أن يعيش حال أي دولة بالعالم. مع السلامة. آلام تيوب، صوت الشارع العراقي.